صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ عايز اقول لك يا صديقي ان حتى الان في ناس لسه ما جربتش الام دي 2 اللي هو جين 4 اللي سرعته بتوصل 7000 ميجا، مع انه منتشر في الاسواق من سنة 2021 تقريبا، يعني داخل على 4 سنين اهو، ولسه حتى الان في ناس ما اشتغلتش بيه. الاغلبية شغالين على حاجات 2000 ميجا و3000 ميجا اللي هي جين 3 اعلى حاجات فيه او بدايات الجين 4، وده راجع لاسباب كتيرة قوي، يمكن اهمهم ان الاسعار غالية جدا للاسف، وده اللي ما خلاهاش تنتشر بشكل كافي. واذ فجأة بقى يا معلم وسط كل ده لقينا الشركات داخلة علينا بالجين 5 اللي هو صباح الفل، وسرعات بتوصل ل 12000 ميجا. عايز اقول لكم ان نسبة قليلة قوي هي اللي بتستفيد بالسرعات دي. زي ما احنا عارفين القاعدة القديمة قوي في مجال الكمبيوتر ان هو بيشتغل بسرعة ابطأ حاجة فيه. السرعة عامل مهم جدا بس مش هو الاهم، واي حد يقولك السرعة هي كل شيء قول له لا، في حاجات تانية وعمو شاب مأكد لي. عشان كده هنوضح في حلقتنا النهاردة ايه اهم العوامل اللي تختار بناء عليها الام دي 2. كنا عملنا حلقة قبل كده ازاي تختار ام دي 2 هتلاقي فيها تفاصيل كتيرة قوي، والنهاردة هنكمل لكم الكلام ده. تقدر تشوف الحلقتين عشان تعرف تختار ام دي 2 مناسب لاستخدامك، وتعرف كويس قوي ايه العوامل اللي تختار بناء عليها. ما تبصش للسرعة وبس، لا، في حاجات تانية اهم بكتير. معانا النهاردة ام دي 2 جين 5 من شركة تيم، موديل تي فورس زد 540. هنجربه ونشوف كل تفاصيله في حلقتنا النهاردة. لو قدرت افيدك باي معلومة ما تنساش تعمل لايك للحلقة وتشترك في القناة، ولو محتاج شرح لاي معلومة تقنية او مراجعة لقطعة هاردوير ابعت لنا تحت في التعليقات. يلا بينا نشوف المراجعة اللي بسرعة الصاروخ دي. هيا بنا في رحلة شهابية جديدة. الام دي 2 اللي معانا من نوع الجين 5، شغال على منفذ بي سي اي اكسبريس 5 اكس 4، وبيدعم تقنية ال NVMe 2.0. بيجي بفورم فاكتور 2280، وده الحجم المعتاد لاغلب الام دي 2، 2.5 عرض في 8 سم طول تقريبا. حسب مواصفات الشركة فالسرعة معانا من 9500 ميجا ل 11500 ميجا، وده في القراية والكتابة. الام دي 2 بيجي عليه هيت سينك، عبارة عن ستيكر بسيط كده مصنع من مواد تبريد خفيفة بتساعد في تخفيض درجات الحرارة، وبعض الهيت سينك بيتكون من مادة الجرافين ودي بتساعد في التبريد بشكل كبير. معانا 3D ناند 232 لاير من نوع TLC من شركة مايكرون، والكنترولر من شركة فايزون موديل E26. عندنا دي رام كاش من نوع DDR4 بمساحة 2 جيجا لنسخة ال1 تيرا، ومساحة 4 جيجا لنسخة ال2 تيرا. الام دي 2 فيه خاصية ال SLC كاش، ودي بتخلي الكنترولر يتعامل مع الشريحة كأنها SLC بشكل افتراضي، وده بيحقق لك سرعة وكفاءة أفضل. التيرا بايت ريتن او التي بي دبليو 700 تيرا بايت لمساحة ال1 تيرا، و1400 تيرا بايت لمساحة ال2 تيرا. الضمان من تيم لمدة 5 سنين، وده وقت طويل بيعبر عن ثقة كبيرة في الجودة. سعر الام دي 2 نسخة ال1 تيرا $150، يعني حوالي 7500 جنيه مصري تقريبا. متوقع تغير في الاسعار حسب ظروف العملة في كل بلد. التجربة كانت في حرارة الغرفة العادية، وجهاز التجربة بالمواصفات الظاهرة على الشاشة. أثناء تجربتنا للام دي 2 تحت ضغط وفي أكتر من اختبار وصلنا لمعدل سرعات من 9000 ل 11000 ميجا متوسط. الحرارة كمان معدتش 65 درجة بالكتير، مع إن ما كانش فيه تكييف. يعني الهيت سينك بالرغم إنه يبان بسيط لكنه مدي أداء كأنه مروحة. ودي مجموعة مقارنات فيها موديلات موازية من شركات مختلفة، واضح فيها تفوق كبير للزد 540 في أكتر من اختبار. الشركة موضحة انها مستخدمة الجرافين في التبريد مع بعض الخصائص المتطورة في التصنيع، وبصراحة ده واضح جدا لان عمليا الام دي 2 مدينا نفس حرارة موديلات فيها مروحة اصلا، فده اختراع في حد ذاته، وشركة تيم تستحق تحية على النقطة دي. احنا لسه طبعا في بدايات جيل الجين 5 عالميا، بالاضافة لبدايات تيم كمان في الاصدارات دي. فعايز اقولك ان الزد 540 يعتبر من احسن وحدات التخزين جين 5 اللي جربناها، ان ما كانش الافضل. كمان هو الارخص سعرا، وكمان الافضل تبريد بدون مروحة، يعني الاحسن مقابل السعر ومقابل الكفاءة كمان. لو بتدور على وحدة تخزين جين 5 بأحدث تقنيات التشغيل وسرعات مفيش أعلى منها، يبقى التي فورس زد 540 من شركة تيم. حاليا ده من ضمن التوب 3 وأرشحهولك جدا.